وما زالت لعبة القط والفار مستمرة ما بين مرتضى منصور ومحمود عبد الرازق شيكابالا. يمكن كلنا تابعنا في الساعات الأخيرة البيان اللي أصدره محمود عبد الرازق شيكابالا، واللي بيرد فيه على الاتهامات اللي كان وجهها ليه مرتضى منصور. يمكن شيكابالا بدأ البيان بحاجة قوية جدا وحاجة غير متوقعة، انه بدأ البيان برئيس الزمالك السابق. يعني ما ذكرش مثلا المستشار مرتضى منصور او رئيس نادي الزمالك، ولكن بدأ الموضوع برئيس الزمالك السابق، وده بيوضح حجم الغضب والزعل اللي عند شيكابالا اتجاه مرتضى منصور. يعني الكلام ده أثار بعض جماهير الزمالك ان انت داخل مباشرة في صدام مع رئيس نادي الزمالك، كان ممكن توضح الامور وتخش في الموضوع على طول، ولكن شيكابالا ادى واحدة كده من بتوعه لرئيس الزمالك مرتضى منصور بكلمة رئيس الزمالك السابق. وطبعا اكيد مرتضى منصور الكلمة دي مش هيعديها بالساهل. تاني حاجة اتكلم على نقطة علاقته بممدوح عباس، ان شيكابالا علاقته بجميع مسؤولين نادي الزمالك السابقين علاقة جيدة، وهو بالفعل تواصل مع الأستاذ ممدوح عباس والمحامي بتاعه الأستاذ كمال شعيب علشان يحل الأزمة بتاعة الحجز على أرصدة نادي الزمالك. ولكن على حد قول شيكابالا إنه تفاجئ إن من الأساس مفيش حجز على أرصدة الزمالك، والحجز اترفع من يوم 1/5/2023، والحجز الموجود حاليا هو من مصلحة الضرائب. يعني النقطة دي كانت مضايقة مرتضى منصور، ازاي يكون له علاقة بممدوح عباس اللي هو بيعادي النادي وبيحجز على أرصدة النادي، وان انت يا شيكابالا بعد ما الزمالك خد الدوري خدت اللعيبة ايام اللجان المعينة ورحتوا له المستشفى بتاعته، وكل لاعب حصل على 100,000 جنيه مكافأة من ممدوح عباس، وشيكابالا بالاخص حصل على 300,000 جنيه. النقطة التانية اللي شيكابالا اتكلم عليها وهي مشكلة سبورتنج لشبونة. زي ما احنا عارفين ان نادي الزمالك موقوف من القيد بسبب مفروض انه يسدد غرامة $1.5 مليون لنادي سبورتنج لشبونة. النقطة التانية اللي اتكلم عنها شيكابالا في البيان وهي مشكلة نادي سبورتنج لشبونة. زي ما احنا عارفين طبعا ان نادي الزمالك الفترة دي موقوف من القيد بقرار من الاتحاد الدولي بسبب مبلغ مفروض يدفعه لنادي سبورتنج لشبونة، وهو $1.5 مليون الخاص بالتعاقد مع اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا. شيكابالا قال في الموضوع ده ايه؟ قال ان الزمالك اشترى شيكابالا في سنة 2016 من سبورتنج لشبونة بمبلغ $650,000. دفع الزمالك ساعتها $140,000، وكان المتبقي على نادي الزمالك $510,000. كان مفروض إدارة الزمالك إنها تبعت باقي المبلغ لنادي سبورتنج لشبونة وما يكونش فيه مشكلة من الأساس، ولكن على حد وصفه كان فيه تقاعس وكان فيه كسل وما كانش فيه اهتمام من مسؤولين نادي الزمالك. والدولار ساعتها على حد كلام شيكابالا كان ب7.83 جنيه، يعني المبلغ اللي كان على الزمالك تقريبا 3,900,000، يعني تقريبا 4 مليون جنيه. ولكن بسبب تقاعس المسؤولين في نادي الزمالك وصل المبلغ حاليا ل46 مليون جنيه، وده بسبب غرامات التأخير المستمرة من 2016 وسعر الدولار اللي اتغير للقيمة الحالية. يعني شيكابالا بيبرأ نفسه في موضوع ممدوح عباس وايضا في موضوع سبورتنج لشبونة، ان انا ماليش ذنب في الموضوع، انتوا السبب. لو كنتوا دفعتوا الفلوس من الاول $510,000 كان تقريبا 4 مليون جنيه، ما كناش وصلنا للمبلغ الكبير التراكمي واللي بسببه اتوقف نادي الزمالك من القيد.
في اخر البيان شيكابالا بيأكد ان هو عمره ما اثار مشاكل في نادي الزمالك، هو كان بيتصدى لجميع المشاكل لنادي الزمالك علشان الفريق ما يفكش اثناء الموسم ويقدروا يحافظوا على الاستقرار ما بين اللعيبه، وان اخر حاجه بيفكر فيها شيكابالا هو الامور الماديه، وقال لك ان مره بسبب خطأ اداري لعبت موسم كامل بدون ما احصل على اي ملي. اخر حاجة شيكابالا استعرضها في البيان نقطة مهمة جدا جدا ونقطة خطيرة، انه بيقول لك ان ده ردي على اللي حصل معايا. يعني البيان ده بيرد على اللي حصل معايا، الاتهامات اللي وجهها مرتضى منصور ليه قبليها بيوم هو بيرد عليها، ولكن التفاصيل والاحداث اللي حصلت للفريق واللي هو كان أكد عليها بعد مباراة الاتحاد المنستيري اللي كسب فيها الزمالك 4 ساعتها، وقال لك ان في تفاصيل واحداث بس هتكلم عنها في وقتها، بيقول لك لسه هتكلم عليها مستقبلا وللحديث بقية. يعني معنى كده ان شيكابالا ما خلصش كل اللي عنده، معنى كده ان شيكابالا لسه هيتكلم. بعد البيان على طول فوجئنا على قناة نادي الزمالك وبعض الصحفيين زي الأستاذ إيهاب الفولي بدأوا على طول الهجوم على شيكابالا. يعني انت في قناة الزمالك مفروض تهدي الامور، لكن استاذ ايهاب الفولي واستاذ مصطفى الجويلي على طول بدأوا ياخدوا صف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، وبدأوا يهاجموا في شيكابالا. انت ازاي تتكلم كده في الاعلام؟ مفروض تحل المشاكل في اوضه اللبس او مع المستشار مرتضى منصور في اجتماع خاص. المفروض ان انت ما تذكرش كلمة رئيس نادي الزمالك السابق، لازم يكون لاحترامه ولازم تحترمه. وبدأوا يدخلوا شمال في شيكابالا على يعني ويبقوا في مصلحة رئيس الزمالك مرتضى منصور. هنشوف الامور الفترة الجاية هتوصل لايه. طبعا وانتم مغمضين هيحصل رد بكرة من المستشار مرتضى منصور على الكلام اللي شيكابالا طلعه، وهنفضل بقى شوية مرتضى منصور وشوية شيكابالا والزمالك اللي مظلوم في النص. بنتمنى في النهاية ان المشاكل اللي دايرة ما بين مرتضى منصور وشيكابالا اللي هي لعبة القط والفار دي تنتهي تماما، علشان الامور داخل نادي الزمالك مش مستحملة وجماهير الزمالك مش مستحملة. بدل ما تشوف حل للمشاكل هتقعد تتفرج على خناقات الفترة اللي جاية. نتمنى ان هم يحلوا مشكلة سبورتنج لشبونة عشان يترفع الايقاف عن القيد ويبدأ الزمالك يسجل اللاعبين والصفقات بشكل طبيعي، ويبدأ نادي الزمالك ايضا او اصلا يتعاقد مع صفقات علشان يبدأ الفريق الشكل بتاعه السنة اللي جاية يكون افضل واقوى من كده وينافس على جميع البطولات. في النهاية بحب أشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك بتتابعنا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.